السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أولاد ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ امتحان رقم 7. ده في كتاب الامتحان، النماذج اللي ورا خالص كده، ده كتاب 2024. هنبدأ أول حاجة. هنا بيقول لي تتحرك سيارة بسرعة خطية ثابتة مقدارها 10 متر بكل ثانية في منحنى قطره 50 متر، فتكون العجلة المركزية. تعالوا كده مع بعض نشوف هنحلها ازاي. اول حاجة هنا عندي مديني هو الفي، مديني كمان ده. اخلي بالي ان ده القطر عشان اجيب نصف القطر لازم اقسمه على 2. يبقى انا هنا اول حاجة هقول ار بتساوي القطر اللي هو مديهولي اللي هو 50 على 2، يبقى 25 متر. هبتدي بقى اكتب القانون بتاعي اللي هو قانون العجلة المركزية. A بيساوي V تربيع على R هتساوي V تربيع اللي هي 10 هتبقى تربيع هتبقى 100، R اللي هي 25 هتبقى الإجابة بتاعتي 4 متر على الثانية تربيع. يبقى الإجابة بتاعتي هنا رقم ب. طيب تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها رقم 2 بيقول لي جسم كتلته 500 جرام، جسم كتلته 500 جرام سقط من السكون من ارتفاع 1.8 متر عن سطح الأرض، فتكون كمية تحرك الجسم عند وصوله لسطح الأرض تساوي كيلو جرام متر على الثانية. طيب أنا هنا علشان أجيب لازم الأول إحنا عارفين إن كمية التحرك بتساوي إيه يا ولاد؟ كمية التحرك نكتبها هنا كده على جنب. كمية التحرك B تساوي MV، دي كمية التحرك. طب أنا عندي الام لكن ما عنديش الفي، يبقى أنا هروح الأول أجيب الفي. طيب الفي بتاعتي مش موجودة هنا فلازم أروح أجيبها. طب هجيبها إزاي؟ هجيبها من معادلات الحركة اللي خدناها في الترم الأول، اللي كانت في اف تربيع بيساوي في اي تربيع زائد 2 جي دي. هنا هنستخدم جي عشان ده سقوط حر. طيب ال VI اللي هي هنا قال لي بدأ من السكون يبقى ب0 2، والجي مديها لي هي في المسألة ب10، والدي مديها لي ب1.8، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى 36. بس دي في تربيع، أنا عايزة في بس، يبقى هرجع أجيب في بتساوي الجذر التربيعي 36، يعني هتساوي 3 متر على الثانية. ارجع بقى واروح اجيب الايه الكلام بتاعي ده اللي هي كمية التحرك. طيب كمية التحرك هنا هقول ان هي بي بتساوي ام الكتلة، بس اخد بالي ان هنا الكتلة مديها لي بكام يا ولاد؟ بالجرام. احنا ما نستخدمش جرام، عشان احول من جرام لكيلو جرام بقسم على 1000، يبقى 500 على 1000 هتبقى 0.5 ضرب الفي اللي انا جبت لها هتساوي كام؟ معلش يا ولاد، هي هنا دي هتبقى دي طبعا هنا الجذر التربيعي ل36 هي 6 مش 3، يبقى نكتب هنا 6، وهتبقى 6 في 0.5 هتبقى ب3، اللي هي هتبقى الإجابة رقم د. إجابتي رقم د. تمام. تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها.
المسألة اللي بعدها بيقول لي جسمين كتلتهما 8 كيلو جرام و20 كيلو جرام، البعد بين مركزهما 0.2 متر، يعني 2/10 متر. تمام. طيب وثابت الجاذب العام جي، فإن قوة التجاذب المادي المتبادلة بينهما بالنيوتن بتساوي. هعمل ايه؟ احنا عندنا قوة التجاذب المادي اللي هي F بتساوي جي ام في ام كابيتال في ام على ار تربيع. طيب الجي انا هسيبها زي ما هي، ليه؟ مش هعوض عنها. ليه؟ عشان الاجابات كلها طالعالي بدلالة جي. يعني بصوا كده على الاجابات هتلاقي ايه 800 جي 4000 جي، فلازم الجي تبقى زي ما هي مش هفكها. طيب الكتلة الاولانية ب8 كيلو جرام، الكتلة التانية ب20 على ار تربيع اللي هي 0.2 تربيع، على الكالكوليتر هيطلع لي 4000 جي. يبقى الإجابة بتاعتي رقم بي. تمام. شوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بيقول لي كتلة جسمان، كتلة الأول 5 كيلو جرام وكتلة الثاني 10 كيلو جرام، إذا أثرت عليهما نفس القوة تكون النسبة بين عجلتي الجسمين A1/A2 هنا. طيب احنا متعودين كده لما بيكون في جسمين هقول ده الجسم الأول وده الجسم التاني. تمام، ده الجسم الأول وده الجسم التاني. كتلة الأول 5 كيلو جرام، كتلة التاني 10. دي كده بالنسبة للكتل. طيب بيقول لي هنا أثرت عليهم نفس القوة، يبقى معنى كده إن F1 بتساوي F2. طب F1 اللي هي M1 A1 بتساوي M2 A2. تمام. M1 اللي هي مكتوبة عندي اهي ب5، و A2 مع A1 معرفهاش. نفس الكلام هنا M2 ب10، A2 معرفهاش. هقسم طرفي المعادلة على 5، يعني دي كده هتروح مع دي هتبقى فيها 2 A2 وهنا A1. تمام. هو قال لي احسب ايه؟ هو قال لي احسب A1 على A2. هقول هودي ال A2 الناحية التانية بالقسمة، يبقى A1 على A2 هيساوي 2. 2 دي معناها 2/1 اللي هي الاختيار رقم أ. طيب تعالوا نشوف بقية الامتحان. بتمنى حبايبي اللي أول مرة يشوف القناة يشترك معايا في القناة ويفعل الجرس على الكل، ولو في أي سؤال يكتب لي في الكومنت، وإن شاء الله عشان نبقى مع بعض في ثانية ثانوي إن شاء الله. واللي معايا مشترك في القناة يا ريت ما ينساش كلكم طبعا تحطوا اللايك للفيديو وتكتبوا لي اي كومنت وتشتركوا معايا في القناة وتشيروا فيديوهات علشان الكل يستفيد. مسألة رقم 5. عند زيادة سرعة سيارة إلى الضعف فإن طاقة حركتها، عندي عربية طاقة الحركة بتاعتها عايزين نعرف هتبقى قد ايه لما السرعة تزيد للضعف. طب الأول أنا عندي الطاقة الحركية اللي هي الكي إي بتساوي نص ام في تربيع. معنى كده إن الكي إي بتتناسب طرديا مع مربع السرعة. يعني لو السرعة زادت للضعف هربعها، تمام، هتبقى 4. يبقى دي كده هوت الطاقة الحركية بتاعتي. تمام. يبقى هنا هتزداد إلى 4 أمثال. شوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بتقولي القوة المحصلة التي تؤثر على جسم كتلته 5 كيلو جرام بحيث تتغير سرعته بانتظام من 6 متر على الثانية إلى 2 متر على الثانية في زمن قدره 2 ثانية. طب احنا عايزين القوة يا ولاد اللي هي ايه؟ F بتساوي M ايه؟ القوة M في ايه؟
طب انا عندي الكتله لكن ما عنديش الايه، يبقى انا الاول هروح اجيب الايه. هجيب الايه منين؟ من القانون اللي احنا كنا واخدينه في الترم الاول. هو كان بيقول لي ايه القانون؟ بيقول ان الايه بتساوي في تربيع في 2 ناقص في 1 على تي. في 2 هو قايل لي ان السرعه ضايعت من 6 ل 2، يبقى في 2 هي 2 وفي 1 هي 6. التايم التي ب2 هعملها على الكالكوليتر هتطلع لي بسالب 2 متر على الثانية تربيع. ده مين؟ ده الايه. اروح بقى اجيب الاف، يبقى الاف هتساوي الام اللي هي 5 في الايه اللي هي سالب 2، هتبقى سالب 10 نيوتن. يعني الاجابة بتاعتي هتبقى رقم د. نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بيقول لي إذا زادت كمية تحرك جسم للضعف وقلت كتلته إلى النصف فإن هذا يعني أن سرعته، تعالي كده بقى نشوف سرعته هيحصل لها إيه لما يحصل الكلام ده. أولا إحنا عارفين إن كمية التحرك اللي هي B بتساوي MV، تمام؟ يعني V هتساوي B على M. طيب هو قال لي إيه بقى؟ هو قال لي إن الكتلة وكمية التحرك اتغيروا، فالسرعة هتكون إيه بالنسبة لهم لما تتحرك؟ يبقى V2 هنا هتبقى P قال لي هتزيد للضعف يبقى 2B، والكتلة هتقل للنص يبقى نص M. طيب يبقى أنا عندي إيه؟ 2 على نص دي بتبقى 4، لو عملتوها على الكالكوليتر هتبقى 4 على الآلة الحاسبة يعني. فهلاقي هنا إن V2 هتساوي 4 من BM، مع إن V الأولانية كانت BM بس. يبقى هنا V2 زادت عن V1 4 مرات، يبقى هنا هقول إن هي تزداد 4 أمثال. المسألة اللي بعدها رقم 8. جسم ساكن أثرت عليه قوة تساوي نصف وزنه، القوة بتاعته نصف وزنه، فتكون سرعته بعد 3 ثواني. عايز السرعة بتاعته بعد 3 ثواني. طيب أول حاجة هستخدم الكلام اللي هو اديهولي. قال لي إن الإف بتساوي نص الوزن. الإف اللي هو ام ايه بيساوي نص الوزن، الوزن اللي هو ام جي. الام دي هتروح مع الام دي، يبقى الايه بتاعتي بتساوي نص جي. طيب الجي هنا مديها لي في المسألة ب10، يبقى الايه هتساوي نص في 10 هتساوي 5 متر على الثانية تربيع. ده كده بالنسبة لايه لأول جزء. بعد كده هو عايز السرعة بعد 3 ثواني. السرعة هتبقى ايه بعد 3 ثواني؟ هقول V2 بتساوي V1 زائد AT. V1 دي طبعا قوانين الترم الأول ما نقدرش نستغنى عنها. V1 اللي هي 0، A اللي هي طلعناها 5 والزمن 3 هيساوي 15 متر على الثانية. يعني إجابتي رقم ج. المسألة اللي بعدها رقم 9. بيقول لي قوة أفقية مقدارها 30 نيوتن أثرت على عربة حركتها مسافة. المسافة ديت قد إيه؟ قوة أفقية مقدارها 30 نيوتن أثرت على عربة فحركتها مسافة أفقية 3 متر، فإن الشغل المبذول لدفع العربة يساوي. عايز الشغل. دي مسألة سهلة جدا ومباشرة أوي. هقول إن الشغل بيساوي F في D. F هنا ب30 في المسافة 3 هتساوي 90 جول. يعني الإجابة بتاعتي رقم د. مسألة مباشرة مفيهاش أي حاجة. المسألة اللي بعدها جسم كتلته 5 كيلو جرام يتحرك على محيط دائرة أفقية قطرها 4 متر
بسرعة خطية ثابتة مقدارها 10 متر على الثانية، فإن القوة الجاذبة المركزية المؤثرة على الجسم تساوي. عايزة اف سي بتساوي ام في تربيع على ار. ام ب5، نصف القطر هنا ب4، والسرعة الخطية 10 بس هربعها تبقى 100، هتساوي دي فيها 1 فيها 25، 5 في 25 هتبقى 120 نيوتن. يبقى الإجابة بتاعتي سوري مش 120، 125 نيوتن. يبقى الإجابة بتاعتي رقم ب. تمام. نيجي بقى للمسألة اللي بعدها. عند خفض جسم رأسيا لأعلى فإنه أثناء الصعود تزداد إيه اللي هتزيد؟ بدال قذف الأعلى يبقى الحاجة اللي هتزيد هتعتمد على الارتفاع، لأن أنا كل ما هو بيرتفع الارتفاع بيزيد. مين هنا اللي بتعتمد على الارتفاع؟ طاقة الوضع، لأن طاقة الوضع ال PE بتساوي mgh، فكل ما h هيزيد الارتفاع هيزيد، يبقى ال B هتزيد لأن هو بيرتفع لأعلى كده. تمام. نيجي بعد كده عندي رقم 12. إذا علمت أن عجلة الجاذبية على سطح القمر سدس عجلة الجاذبية على سطح الأرض، فإن النسبة بين ثابت الجذب العام على سطح الأرض وثابت الجذب العام على سطح القمر تساوي. طيب هو هنا طبعا يعني بيعتمد إن انتوا كلكم هتغلطوا يعني بمناسبة الجزء اللي هو قايله ده، إن جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. بس انتوا ما خدتوش بالكم ان هو بيتكلم هنا عن حاجه اسمها ثابت. ثابت يعني حاجه ما بتتغيرش، يعني هي على الارض زي على القمر. فمادام ثابت الجذب العام يبقى هما الاتنين متساويين، يبقى النسبه اللي ما بينهم هتبقى 1:1، لان دي حاجه ثابته ما بتتغيرش مع الجاذبيه او مع المكان. طيب رقم 13. رقم 13 بيقول الجسم طاقة وضعه عند نقطة على ارتفاع 10 متر من سطح الأرض تساوي 1000 جول، وعجلة الجاذبية الأرضية 10 متر على الثانية تربيع، فإن كتلته عند سطح الأرض تساوي. أول حاجة أنا هجيب طاقة الوضع. طاقة الوضع اللي هي PE بتساوي mgh. أنا عايزة M، لأن أخلي بالي الM ثابتة ما بتتغيرش، يعني الM عند أقصى ارتفاع هي الكتلة عند سطح الأرض، يعني الM ما بتتغيرش، هتساوي PE على GH. ال PE هو قال لي 1000، قال لي الجي ب10، الارتفاع 10، هتبقى تساوي 10 كيلو جرام، يعني رقم 1. يلا يا ولاد، اللي لسه ما عملش لايك للفيديو يا ريت يعمل لايك للفيديو، اللي لسه ما عملش اشتراك للقناة اتفضل يعمل اشتراك، وعقبال ما نجيب الصفحة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها رقم 14. الجسم كتلته 6 كيلو جرام، يتحرك حول مركز دائرة محيطها 10 باي متر بسرعة منتظمة 10 متر على الثانية، فتكون قوة الجاذبية المركزية المؤثرة هي. طيب أنا أول حاجة عايزة قوة الجاذبية، يعني أنا عايزة FC اللي هي بتساوي mv تربيع على r. تمام. طيب الm عندي ب6، الv عندي ب10 تربيع تبقى ب100 على الr. طب هو مش مديني الr، فأنا لازم الأول بقى أروح أجيب الr. هو قال لي إيه؟ قال لي دايرة محيطها، ده محيط الدايرة، خلي بالي ده محيط الدايرة. طب ما هو محيط الدايرة اللي هو ده القانون بتاعه، محيط الدايرة بيساوي 2 باي ار، معنى كده ال2 باي ار هيساوي 10 باي، عشان ده محيط، ده القانون وده الايه الكمية بتاعته اللي بيساويها. الباي دي هتروح مع الباي دي، هيتبقى ان 2 ار بتساوي 10، يعني الار هتساوي 5 متر. احط تحت 5
هتبقى فيها الواحد يعني هتبقى 120 نيوتن، يعني الإجابة رقم ج. ده كده حبايبي خلصنا الأسئلة الاختيارية، ونخلي بالنا جدا في الأسئلة الاختيارية. أول حاجة أشيك على الوحدات، ما نشتغلش بالجرام ولا بالسنتيمتر، لازم أغير الوحدات بتاعتي لو هي فيها حاجات زي كده. نبدأ بقى في الأسئلة المقالية. احسب بالسرعة المماسية لجسم يتحرك في مسار دائري أفقي منتظم إذا كان حاصل ضرب مقدار العجلة المركزية له في نصف قطر المسار هو 16. طيب أول حاجة أنا عندي العجلة AC بتساوي V تربيع على R. تمام. هو عايز يحسب السرعة المماسية، عايز يحسب V2. من هنا بقى أضرب طرفين في وسطين كده، يبقى V2 هتساوي AC في R. طيب ما هو قايل لي في المسألة إن العجلة في نصف القطر بيساوي 16، يبقى معنى كده إن الجزء ده كده يساوي 16، يبقى B تربيع ب16، يبقى B بيساوي الجذر التربيعي ل16، يعني 4 متر على الثانية. ودي العجلة. طبعا مسألة سهلة جدا، بس هي يعني تركية بس كده. تمام. طيب نشوف المسألة بعدها. بيقول لي آخر مسألة بقى معانا رقم 16. هنا بيقول لي أثرت قوة مقدارها 20 نيوتن 50 نيوتن على جسم ساكن كتلته 5 كيلو جرام، وكانت قوة الاحتكاك المؤثرة على الجسم 20 نيوتن. احسب عجلة الجسم. طيب أنا هقول إن F بتساوي إيه؟ 50 ناقص قوة الاحتكاك اللي هي كام؟ 20. دي الإف نت المحصلة بتاعتهم، أو القوة المحركة بتاعته أو المؤثرة، يبقى 30 نيوتن. طيب يبقى هنا عندي هشيل بقى الام اي دي، يبقى انا عندي الاف دي هتساوي ام في ايه. هو قال لي هنا احسب العجلة، يبقى العجلة هتساوي اف على ام، هتساوي الاف طلعناها ب30 على ام ب5، يبقى هيساوي 6 متر على الثانية تربيع. كده حبايبي وصلنا لغاية نهاية امتحان رقم 7. يا رب تكونوا فهمتوا معايا، وتابعوني ان شاء الله هنزل لكم الامتحان اللي بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.